شهد الله فضل طابت أوقاتكم. من الفضائل الإثرية نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، ولكن في البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. الحصاد الزراعي هذا العام يسجل ارتفاعا بنسبة 8%. تطوير مشاريع التنمية المروية في مديرية شنبوق. تنظيم ورشة عمل لتحسين جودة التعليم في مديرية قال نفحي. تدريبات مشتركة بين الفلبين وأمريكا في بحر الصين الجنوبي. كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر. شي يدعو الصين وفنلندا إلى تعميق التعاون في مجالات متنوعة. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أفاد ممثل قسم الزراعة والأراضي بالإقليم الأوسط السيد أسرعت هايلي أنه تم زراعة أكثر من 460 ألف كنتالا من المحاصيل بالزراعة الصيفية في عام 2025، وهو ما يزيد بنسبة 8% عن محصول عام 2024 المنصرم. وذكر بأن المساحة المزروعة بلغت 24683 هكتارا من المحاصيل و5011 هكتارا من الحبوب و1025 هكتارا من البذور الزيتية. وفيما يتعلق بالأمطار، ذكر السيد أسرات أن أعلى معدل هطول الأمطار تم تسجيله في زاجر عند 1081.4 ملم، بينما تم تسجيل أدنى معدل في مرحانو أي 232.5 ملم. وفي إنتاج العسل تم إنتاج أكثر من 2,000,000 كنتال من العسل، مع إدخال خلايا الجملون الحديثة بزيادة قدرها 29% عن عام 2024. وقال أن هنالك أكثر من 2700 بقرة في الإقليم الأوسط، مضيفا أنه تم إنتاج ما يزيد عن 8 ملايين لتر من الحليب بزيادة قدرها 6% عن العام السابق. وفيما يتعلق بأنشطة المشاتل وبرامج التشجير، ذكر أنه تم إنتاج 2.8 مليون شتلة وتم غرس 1.8 مليون منها. وأخيرا أوضح السيد أسرات أن العمل الجاد في مجال حفظ المياه والتربة والتشجير وبرامج الزراعة المسقرة والمربحة هي من بين البرامج الرئيسية لهذا العام. تشهد مشاريع التنمية المروية بمديرية شنبوق تطورا ملحوظا من حيث مساحة الأراضي وأنواع المحاصيل. وقال خبير تنمية البذور بالمديرية السيد اسم الله شبرهاني أن المديرية مناسبة للزراعة المروية، مضيفا أنه يتم الآن إحداث تغيير نوعي في الزراعة عبر وسائل الري الحديثة. بدوره قال خبير تنمية الخضروات والفواكه بالمديرية السيد بنيام فسحة أن هنالك حوالي 1125 هكتارا من الأراضي الصالحة للزراعة المروية، مشيرا إلى أن المزارعين الذين أدركوا مزايا بيئتهم أصبحوا أكثر انخراطا في تطوير الخضروات والفواكه. ومن جهتهم أكد المزارعون بأنهم يبذلون قصارى جهدهم لتطوير إنتاجيتهم. نظم فرع وزارة التعليم بمديرية قال نفحي ورشة عمل في 27 من يناير لتعزيز الأداء الأكاديمي السليم وتحسين جودة التعليم تحت شعار طفل كفؤ لمستقبل أكثر إشراقا. وأوضح مسؤول الفرع الأستاذ دانيال سلمون في الورشة التي حضرها مدراء المدارس والمشرفين واللجان أولياء الأمور والمدراء الإداريين والشركاء أن ورشة العمل تهدف إلى خلق بيئة عمل ملائمة من خلال اتباع أفضل الأفكار من المشاركين وتعزيز روابط الشراكة العملية. وحث الأستاذ داني إلى المدارس على العمل على تحسين جودة التعليم ومستويات الطلاب من خلال رعاية أجيال تعرف وتحترم تاريخها وثقافتها وقيم مجتمعها. وأجرى الحضور مناقشات مستفيضة حول أهمية أنشطة التعليم المختلفة وظاهرة الرسوب والتخلف عن الدراسة ومواضيع أخرى ذات صلة، حيث طرحوا أفكارا حول طرق معالجة المشكلات والجهود المتضافرة لضمان تقديم خدمات تعليمية أفضل. وذكر مدير مديرية قال نفحي السيد محاري يوهنس بدوره بأن توسيع المدارس في المديرية يسير على نحو جيد، وحث على العمل معا لتحقيق المستوى المطلوب من المشاركة والكفاءة. وأخيرا حث مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاي أبتجابر حث المدراء الإداريين والشركاء على لعب دورهم لتشجيع الآباء لإرسال أطفالهم إلى رياض الأطفال في السن القانونية. أفاد مدراء وأعيان القرى أن الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تم توفيرها في بلدة فرو ساهمت بشكل كبير في دمج القرى. وأوضح مدير مديرية فرو السيد صالح عبد الله أن توفير خدمات التعليم والصحة والنقل والاتصالات والمياه والكهرباء في الوقت المناسب لعب دورا جديرا بالثناء في توحيد القرى المتناثرة وتحسين حياة المواطنين.
وذكر المدير التنفيذي للمديرية السيد صالح أحمد أن مد خط أنابيب المياه من وادي ويعة إلى المنازل قد وفر حلا جيدا، ويجري وضع خطط لتوسيعه مع مراعاة عدد المستخدمين والمناخ. وأضاف السيد أبو بكر عثمان وهو أحد سكان البلدة بأن طريقي مصوع فرو وعدقي فرو حققا تأثيرا إيجابيا في أنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية. هذا وتقع بلدة فرو على بعد حوالي 46 كيلومترا جنوب مصوع، وهي موطن لحوالي 712 عائلة تعيش على الزراعة والرعي والتجارة وصيد الأسماك. نشد سكان مدينة غردات الجهات المختصة والمجتمع إلى اتخاذ تدابير للحفاظ على المباني الأثرية الطبيعية منها والمشيدة في المدينة نظرا للمخاطر المحدقة بها بسبب العوامل الطبيعية والبشرية. وأبلغ السكان وكالة الأنباء الإريترية أن هذه المباني الجميلة ذات الأهمية التاريخية والمعمارية بالإضافة إلى تلك التي تملكها الهيئات الحكومية والأفراد يتلاشى جمالها مع القدم وسوء الصيانة، داعين إلى إطلاق مبادرة مجتمعية لهذا الشأن. وأوضح عضو وحدة البحوث الأثرية في قسم الثقافة والرياضة بإقليم القشبركة الشاب خليل عندوم بأن هنالك 100 من المباني الأثرية في مدينة غردات، والتي يشار بأنها شيدت بين عامي 1900 و 1940، مؤكدا أن عملية ترميم هذه المباني يتطلب احترافية عالية وقدرة كبيرة في التعامل معها. وأضاف أنه تم إجراء دراسة بالتنسيق مع قسم الثقافة والرياضة، وأجريت مناقشات مع السكان حول الإجراءات الواجب اتخاذها بخصوص هذه المباني، وإلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة يجب أن يتحمل السكان مسؤولية العناية بها والحفاظ عليها. وحث إدارة المدينة على منع الظواهر السلبية التي تطال المباني الأثرية. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. قالت القوات المسلحة في مانيلا أن الجيشين الفلبيني والأمريكي أجريا تدريبات مشتركة في منطقة مياه الضحلة متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي هذا الأسبوع، وذلك لتعزيز إمكانية العمل التوافقي بين الحليفين وفق ما أوردته وكالة رويترز. وجرى الإبحار المشترك عند جزر سكاربورو المرجانية والصخرية في مياه بحر الصين الجنوبي والواقعة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، وتطالب بكين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، بما في ذلك أجزاء من المناطق الاقتصادية الخالصة لبروناي وأندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي. ونقلت وكالة يونهاب الرسمية عن هيئة أركان الجيش القول أنها رصدت إطلاق الصواريخ من منطقة شمال بيونغ يانغ. وبحسب الوكالة الكورية فإن هذا الإطلاق للصواريخ الباليستية الكورية الشمالية جاء في الوقت الذي اختتم فيه وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسات البريدج كولبي زيارته إلى كوريا الجنوبية لمدة 3 أيام، متوجها إلى اليابان وهي المحطة الثانية ضمن جولة آسيوية. وهددت كوريا الشمالية مؤخرا برد انتقامي على خلفية اتهامها لجارتها الجنوبية بتسيير مسيرات استطلاع عبر الحدود. ومن جانبها نفت حكومة كوريا الجنوبية إطلاق أي مسيرات خلال الأوقات التي حددتها كوريا الشمالية، وبدأت تحقيقا لمعرفة ما إذا كان هنالك مدنيون قد قاموا بذلك. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه يجب على الصين وفنلندا تعميق التعاون متبادل المنفعة في مجالات مثل تحول الطاقة والاقتصاد الدائري والزراعة والصناعات الحرجية والابتكار العلمي والتكنولوجي. وأدلى شي بهذه التصريحات خلال لقائه رئيس وزراء فنلندا بيتري أوربو في بكين، معربا عن ترحيبه بالشركات الفنلندية والسباحة في المحيط الواسع للسوق الصينية لتعزيز منافستها العالمية. خلال اللقاء قال شي لأوربو أن الشركات الفنلندية مرحب بها لتسبح بحرية في السوق الصينية الواسعة بحسب وكالة أنباء شينخوا الرسمية. وناقش الزعيمان أيضا مجالات تعاون تشمل الانتقال في قطاع الطاقة والزراعة والقابات وفق ما نقلته شينخوا. في الخبر الأخير، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاما. واعتمد النواب في باريس مشروع القانون وينص التشريع على حظر وصول القاصرين دون 15 عاما إلى خدمات الشبكات الاجتماعية عبر المنصات الإلكترونية. ولا يزال النص بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي. وحظي التشريع بدعم أساسي من نواب معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل الجمعية الوطنية. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين.
الحصاد الزراعي هذا العام بالإقليم الأوسط يسجل ارتفاعا بنسبة 8%. تطوير مشاريع التنمية المروية في مديرية شامبو. تنظيم ورشة عمل لتحسين جودة التعليم في مديرية قالا نفري. تدريبات مشتركة بين الفلبين وأمريكا في بحر الصين الجنوبي. كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر. شي يدعو الصين وفنلندا إلى تعميق التعاون في مجالات متنوعة. مشاهدينا الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.